فيديو وهو يبيع السردين ب5 دراهم للكيلوغرام بمدينة مراكش المغربية، وهو ما يختلف عن أسعار السوق المرتفعة. هذا وقد اعتبر البعض انتشار الفيديو فتحا للاحتكار الذي يمارسه كبار التجار والموزعون الذين يشترون السمك من الصيادين بأسعار منخفضة لا تتجاوز ربما 3 دراهم للكيلوغرام، تقريبا نصف دولار، قبل أن يعاد بيعه للمستهلك بأسعار تصل إلى 20 درهما، دولارين أو أكثر. نشاهد الفيديو الذي أثار الجدل لعبد الإله. هو السرجي 5 دراهم ماشي 7 دراهم وحده البحر، حنا مدينه ما فيهاش البحر. 5 دراهم السرجي اليوم اللي هو السبت 5 دراهم، وبالنسبه لي زوين خاومه تبيعوهم ب 15 درهم. شحال نديروا لهم 15 10 13 4 دراهم 4 دراهم. هذه لقيتها فين هما تيغليو الحوت، عرفتي لا تيرخص الحوت الثاني. مشاهدينا، مؤخرا شهدت أسعار السمك في المغرب خاصة السردين الذي يعتبر أرخص أنواع السمك ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغت في بعض المدن الساحلية 30 درهما للكيلوغرام، الأمر الذي أثار استياء المواطنين الذين يرجحون السبب لتدخل السماسرة الذين يهيمنون على عملية التوزيع. مع ارتفاع أسعار السمك في المغرب، هذا الموضوع خلق جدل